السلام عليكم البنات، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ مبروك عواشركم. كي درتو مع سيدنا رمضان، الله يتقبل منا ومنكم صالح الاعمال. اليوم ان شاء الله جيت نشارك معكم العشاء اللي درت دجاج مفور بالخضره وبالروز، وقلت علاش لا ما نشاركوش مع الاخوات، خصوصا انني جربت هاد البريمه العجيبه ديال بيم اللي صراحه الله زوينه بزاف، وكنصحكم بها البنات تاخذوها الى عاودوا جابوها في بيم. انا خديتها شحال هذه؟ بثمن 220 درهم، وحتى جربتها عاد عطيت الرأي ديالي فيها لانها زوينه وكتستحق انك تاخديها. كيف ما كتشوفوا هذا الكسكاس ديالها ديال الزاج ثقيل وزوين، وحتى هي ثقيله، يعني عندها استعمالات بزاف. يمكن لك تستعمليها برمه اولا طنجره. كيف ما كتشوفوا طنجره من الداخل مزلجه، يمكن لك طيبي فيها، يمكن لك تدوري فيها الحريره، يمكن لك ديري فيها بزاف ديال الاستعمالات. وحتى الشكل ديالها في الكوزينه ديالك كيجي منظر غزال. ها نتوما كيف ما كتشوفوا دابا طنجره راه تبارك الله كتهز خير الله. كيف ما قلت لكم الثمن ديالها جد مناسب، وراه بعض المرات بيم كيحطوا بحال هاد لي برودوي كيحطوهم في ليكيداسيون، غير ردوا معاهم البال وخذوها، ما غتندموش عليها. تنفع في كسكسو، في السفه، في الطوار، في اي حاجه راه غادي تنفعكم. وكيف ما قلت لكم جربت فيها العشاء ديالي اللي درت دجاج مفور. ودابا غادي نشارك معكم المقادير البسيطه وطريقتي، لان كل واحد في طريقته. وكنتمنى من الفيديو ديال اليوم يعجبكم، وما تنسونيش من اللايكات والاشتراكات الى جات على خاطركم. اول حاجه درت الماء كيف ما كتشوفوا في الطنجره التحتانيه. درت طريفات ديال المطيشه والبصله في الكسكاس. غادي نخلي الماء يتغلى، وغادي ناخذ الدجاج اللي غادي نستعمل. كتاخذوا القياس ديال عدد الاشخاص اللي عندكم. غادي نحك عليه 2 رويسات ديال الثومه، وغادي ندير ليه الربيع والعطريه، وغادي نخلي هذاك الدجاج شويه حتى كيتشرب ديك العطريه. عاد كنحطو ننزلو في البريمه يتفور هو والخضيره. بعد ما حكيت الثومه درت 2 ريوس. كيف ما كتعرفوا هي مكروهه في هذا الشهر الفضيل، غير الله يسمح لينا، ولكن ولا بد كنديروا غير شويه باش تعطينا البنه واللذه، خصوصا مع الدجاج. كيف ما شفتوا هنايا زدت الربيع اللي حتى هو كنجيبو كنغسلو كنقطعو كنديرو في قرعه ديال الزاج، وكنزيد عليه زيت الزيتون. كيبقى عندي واجد هكا. فيما كنبغي نطيب شي حاجه كنلقاه واجد، راه كيدي مده ديال سيمانه ديريها في الثلاجه، ما عندكش مناش تخافي، ما كيخسر ما حتى حاجه. والضويمه ديال البنه اللي شفتوا معايا حتى هي قسمتها على 2. النص درتو مع العطريه وشرملت به الدجاج، والنص الاخر درتو في الطنجره اللي غادي يطيب فيها الروز باش يعطيني البنه. صافي دابا ما بقى ليا الا هذا الدجاج هذا نخليه كيترقد لمده ديال 5 ديال الدقائق. من بعد غادي نحطو في الكسكاس باش يفور، ونمشي نقي الخضيره اللي غادي نرافقها مع هذا الدجاج. هنا البنات نقيت الخضيره داكشي اللي قسم الله. كيف ما كتشوفوا قرعه، خيزو، بطاطا، الليشو داك صغيور، وغادي نضيف حتى البروكولي. الطريقه اللي كنستعمل انا كنجيبها حتى هي كنغسلها وكنسلقها وكنديرها هكا في بواط ديال بلاستيك وكنخليها في الثلاجه. كنستعملها في لي صالاد، وكنستعملها هكا الا درت شي خضيره مفوره. كتجيني عمليه بزاف. دابا ما بقى لي الا نزل الخضره ونخليها حتى تفور على خاطرها، عاد من بعد نطيب الروز.
وبعد ما استفت الخضيره ديالي ما بقى لي الا نسمها بشويه ديال اليازير اللي كيعطيها واحد المذاق زوين ولذة كتر. ودابا ملي طابت الخضيره والدجاج حيدت الكسكاس، وكيف ما كتشوفوا المريقه كتبقى بحال هذا الشكل هذا، كتنزل داك يعني الفوائد ديال الخضره كاملها وديك العطريه ديال الدجاج. دابا زدت شويه ديال الربيع وغادي نكب الروز صافي، وغادي نخليه حتى يطيب، راه ما كياخذش وقت بزاف، وغادي نقدموا ان شاء الله الطبق ديالنا ديال اليوم. كنتمنى من الله يعجبكم وتقبلوا عليا. خليكم معايا لنهاية الفيديو، وشكرا لكم بزاف على المشاهدة وعلى الدعم ديالكم. وكان هذا هو الطبق ديالي ديال اليوم، خضيره مفوره بالدجاج ومنسمه باليازير. كيجي زوين هاد الطبق وخفيف بالليل، يعني ما عندكش مناش تخافي، ما فيش ايدام، خصوصا في رمضان كيف ما كتعرفوا كيكونوا الشهيوات بزاف على الافطار. ضروري العشاء نديروا شي حاجه هكا خفيفه باش المعده ديالنا تبقى مرتاحه. كنتمنى من الله يعجبكم الطبق ديال اليوم. شكرا لكم على المشاهده، ونتلاقاو ان شاء الله فيديوهات جايه على قناتي وقناتكم. سوما غوستو.